حبايب قلبي، قبل ما ابدا الفيديو ونقول لكم على الكلام الجميل اللي احنا هنقوله، ما تنسوش تدعوا لي بالله عليكم، لان انا اليومين دول تعبانه جدا والغده تعباني، وانا يعلم بيا ربنا انا بتنفس بالعافيه وما بعرفش انام والله بالليل. فمعلش سامحوني، وان كنت بتكلم بطريقه بسرعه انا بتكلم غصب عني، والله غصب عني، لان انا مش قادره اخد نفسي اصلا. فادعوا لي بالله عليكم، والفيديو ده جامد جدا 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 جدا. من الجنيه هتعملي ثروه، من الجنيه هتعملي حاجه هتخلي بيتك مستور، هتخلي بيتك مليان والله العظيم ثلاثه. خش الفيديو. يقولوا لي ازاي بتوفري وبتملي بيتك خير ودايما مستور ودايما كويس ومليان، وبنحس ان انت مش محتاجه، ولا ان انت عايزه حاجه، ولا ان انت مثلا ناقص لك فلوس. حتى لو معكيش فلوس بتبقى حاسه ان انت بيتك مستور. من ايه؟ من الجنيه الفكه. الجنيه الفكه، ايوه الجنيه الفكه اللي انت بتستهتري بيه ده، هو دوت اللي بيملى بيتك خير وبركه. صدقيني اللي انت بتستهتري بيه ده، العمله بتاعتنا هي الجنيه. الجنيه هنا في اي بلد تانية بكل العملات بتاعتها هي برضو بتستهتر بيها. اقل عمله عندك في البلد العربيه دي برضو بتستهتري بيها، دي هتعمل لك منها ثروه، او تجيبي بيها وتملي بيتك كل خير. ما تنسونيش حبايب قلبي بالله عليكم. حبايب قلبي، انا كوبايه شاي مع لومي، انا ماما لومي. ما تنسونيش بالله عليكم بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ورمضان على الابواب وقرب يهل علينا ويهل علينا عليكم وعلينا بالبركه والخير. النهارده ان شاء الله هنقول لكم ايه. قبل ما اقول اي حاجه، انتوا بتزعلوا مني لما انا اقول ايه؟ اللايك يا جماعه، اللايك يا جماعه، اللايك يا جماعه ده يعني وشيروا الفيديو ليه عشان تستفيدوا وغيركم يستفيد. واللايك ده بيرفع البث اللي بتاع الفيديو، علشان انتوا تشوفوه وغيركم يشوفوه وتستفادوا منه. تمام. الجنيه اللي انت بتقولي عليه دوت ايه يا ماما لومي ده؟ هو انا بحط الجنيه ده هنا بيتشال، وهنا بحط الجنيه هنا بيتشال؟ ايوه الجنيه ده بينفعك وبيجيبي حاجات كتير بيه حلوه، وهقول لك هتعملي بيه ايه. بص حبيبه قلبي، الجنيه اللي انت بتقولي عليه دوت ما بيعملش حاجه. خد يا واد روح جيب لي مثلا كيس مكرونه. كيس مكرونه ب 8 جنيه يا ماما. طب ماشي يا حبيبي، روح جيب لي كيس مكرونه. خدت ال 2 جنيه. لا، انت مش انت خدت مصروفك؟ ما تسيبش بقى ايه، ما تسيبيش فلوسك كده عمال على بطال هدر هنا وهنا وتقولي ده فاضل جنيه. ايه يعني ده 2 جنيه؟ ايه يعني ده مش عارف ايه؟ لا يا حبايب قلبي، ما ينفعش الكلام اللي انت بتقولي عليه ده. الجنيه ده هيعمل لك منه ثروه، صدقيني ثروه انت هتحتاجيها وهتجيبي بيها حاجات هتملي بيها بيتك. هتقولي لي ازاي يا ماما لومي؟ هقول لك يا حبيبه قلبي، انت دلوقتي بروح اجيب مثلا، ابعت بنتي او ابني هقول له هات لي ب 5 جنيه عيش، او مثلا ب 10 جنيه عيش، ومدياله 20 جنيه. ال 10 جنيه، ال 10 ترغيفه، ال 10 ترغيفه الرغيف بجنيه وربع، يعني ب 12 جنيه ونص ال 10 ترغيفه مثلا، او بكام؟ لان الرغيف بجنيه وربع يبقى ب 12 جنيه ونص او كده، هتبقى 2 جنيه ونص. ابنك هياخدهم؟ لا ما تاخدهمش، انت مش انت واخد مصروفك؟ انا مش هديك ده. ليه يا ماما لومي؟ هو ده